عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام. أكيد ما زلنا مكملين معكم في حلقتنا لنهار اليوم. أما الآن فحان الوقت باش أكيد يسعدنا باستضافة ضيفنا اللي هو حاضر معنا اليوم ونخلي ياسر هو اللي بريزونتي. أكيد ضيفنا نهار اليوم زميلتي خديجة هو طبيب أسنان مهم. واللي اسمه فوزي معلم اللي يقولوا له صباح الخير. صباح صباح النور، النور شكرا جزيلا. دكتور. شكرا على الدعوة، مرحبا بكم. وصباح الخير على الشعب الجزائري، على مشاهدين قناة الوطنية. شكرا. نقولوا رمضان شكرا، رمضان مبارك لكل أكيد. الجزائريين شكرا كذلك. شكرا، رمضان مبارك. طيب بداية راح نتحدثوا فوزي على زراعة الأسنان. بون نعرفوا أنه الجزائريين خاصة في الشهر الفضيل يولي عندهم عناية زائدة بالأسنان مهم. مهم. واهتمام مهم. زائد بالأسنان وبجمال الأسنان. فالكثير من الناس اللي ربما فقدوا أسنانهم ولا سقطوا لهم أسنانهم فيلجؤوا إلى زراعة الأسنان اللي صارت رائجة عند كافة الأطباء المختصين، يعني مهم. مهم. لي دونتيست اللي ولاو في يقوموا عيادة نعم. بمثل هذه العمليات مهم. في عياداتهم. مهم. فعلى ماذا تقوم زراعة الأسنان؟ اوكي، اول شيء زراعة الاسنان نتحدثوا عليها كتقنية. زراعة الاسنان هي التقنية الوحيدة اللي تسمح لنا نعوضوا السن بصفة كاملة، يعني الجذر والتاج، يعني السن مهم. تعوض سن مفقود بصفة كاملة بدون الاعتماد على الأسنان المجاورة، يعني بدون ما نحفروا أو نلمسوا الأسنان المجاورة للمكان اللي فيه السن المفقود. للعلم، تقنية زراعة الأسنان اليوم تسمح لنا باش نعوضوا الأسنان المفقودة، سواء تعويض سن واحد بزراعة واحدة، أو عدة أسنان بزراعتين، أو طقم أسنان كامل على ما لا يقل عن 4 زرعات أو 6 زرعات حتى 8 زرعات. مهم. وكما قلت لك، تقنية زراعة الأسنان هي تقنية مستحدثة اللي تسمح لنا باش نعوضوا الأسنان بدون ما نلمسوا الأسنان المجاورة، أو بدون ما نضروا أي سن اللي ماهوش في الأصل محتاج أنه سواء يتغلف أو نعتمدوا عليه لتعويض سن مفقود. مهم. مهم. طيب دكتور، نشوفوا أنه هذه الممارسة اعتيادية بالنسبة للمختصين من أمثالك دكتور. فهل زراعة الأسنان تليق أو تناسب الجميع يعني في كل الفئات العمرية سواء كبير أو مهم. صغير؟ أول شيء، بما أنه الزرعة تكون موضوعة في العظم، مهم. لازم نعرفوا باللي العظم يصيروا فيه بزاف تغيرات في مرحلة النمو. هذا يعني انه لازم الزرعه تتحط في العظم في نهايه مرحله النمو، او يعني لي باسيون اللي يستقبلوا الزرعات هما لي زادولت. داكور. يعني تسمى لازم الشباب يكون نعم. اكيد لازم يكون المريض تاعنا في بالغ. نهايه مرحله النمو، باش بعد ما نحطوا الزرعه نتاكدوا ان الزرعه راح تكون ثابته مع مرور الزمن، يعني وما يصراوش تغيرات في العظم اللي يقدروا ياثروا لنا على طيب الزرعه. طيب الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل مرض السكري وغيرها، هل مهم. هي مناسبة لهم زراعة الأسنان؟ يعني مش حتسبب لهم يمكن آثار جانبية يمكن أو مهم. مهم. غيرها؟ اكيد. اول حاجه، مع التطورات، يعني التطورات التكنولوجيه ولا مع التطورات الحديثه والدراسات الحديثه اللي راهم يديروا فيها مهم. باش يطوروا سواء من تقنيه الزرعه او العمليه اللي نحطوا بها الزرعه في العظم. لي كونتر انديكاسيون او لي باسيون اللي ما يقدروش يديروا الزرعات راهم يقلوا. سما دوكا تقريبا جميع الناس تقدر دير زرعه، مهم. الا في بعض الحالات المستعصيه، يعني كيما في لي كارديوباتي ولا امراض القلب اللي ثقيله شويه، مهم. مهم. او كما قلت لي في حالات مرض السكري اللي يكون فيها السكر في الدم غير معتدل. يعني كاين مرضى اللي ما يراجعوش الحاله يكون طالع تاعهم، لهم يكون يعني فوالا كمية يكون السكر في طالع الدم بزاف ولا ما هابط تكونش بالضبط بزاف. أعلى معتدلة. نعم. فوالا ما تكونش مهم. معتدله. مهم. في هذه الحالات هذا ما يعنيش انه ما يقدروش يستقبلوا زرعات، لكن كاين فحوصات وكاين مراجعات نديروها مع الطبيب المختص مهم. اكيد، نعم. حتى نعدلوا نسبه السكر في الدم، وفي هذه الحاله يصبح المريض يقدر يستقبل زرعه بطريقه عاديه. كاين ثاني مرضى اللي يديروا لا شيميوثيرابي ولا لا راديوثيرابي او التداوي بالاشعه مهم. او بالعلاج الكيميائي. في هذه الحالات ثاني تكون شويه صعبه ثاني، باش نكونوا صريحين يعني مع المرضى. مهم. لكن بعد ما نكملوا عمليه العلاج الكيميائي او العلاج بالاشعه، نعم. بعد ما تمر مده يعني وين يكون المريض تاعنا يعني لا كاليتي دوز تاعو سي اميليوري، مهم. الكاليتي تاع العظم تكون تحسنت، ما في هذه الحاله يقدر يستقبل زرعه بطريقه عاديه جدا. مهم. طيب جميل بالنسبة جدا. للزراعة واللي مختلف، هي تبقى عملية زراعة الأسنان مهم. فيها يعني بعض الأعراض الجانبية اللي مهم. رايحة تنتج عن هذه الزراعة. هي أولا راح نطلب منك شحال تستغرق هذه العملية تاع الزراعة، وما هي الأعراض الجانبية التي تنتج ولا تترتب عن هذه الزراعة بالنسبة للمريض.
اكيد اكيد. في هذه النقطه ماذا بيا نتطرقوا واحد لو ديتاي، سي كو عمليه زرع الاسنان في الماضي واليوم مختلفه تماما عن أكيد بعضها البعض، مع ماشي تطور كيف كيف. الطب أكيد نعم. اكيد. في السابق كنا باش نوضعوا زرعه، في السابق لازم نعرفوا اولا باش نحطوا زرعه في فم المريض كاين عده مراحل لازم نجوزوا عليها. اول حاجه عندنا الفحص السريري او الفحص يعني في لو كابيني عندنا. بعد ذلك لازمنا نديروا اشعه مقطعيه 3 دي، اشعه لو سكانر كما نقولوا. قبل ما نحطوا الزرعه لازم نخيروا الموضع المناسب لوضع الزرعه، وين يكون يعني العرض تاع العظم والارتفاع تاع العظم مناسب باش نضمنوا ثبات الزرعه تاعنا، وكما نقولوا نضمنوا انها تشد لو بلو لونتون بوسيبل. داكور. الان في الوقت الحالي اول حاجه قلنا بكري وضع الزرعات، كنا قبل ما نحطوا الزرعه كان الطبيب لازم يفتح لاجونسيف بيان، يديكوفري بيان العظم تاعو باش بالعين المجرده الى بريسي ولا يخير المكان اللي لازم يحط فيه الزرعه ديالو. لكن الان مع التطور العلمي يعني وكان صار كل شيء رقمي، التكنولوجيات الحديثه اكيد ولينا نديروا محاكاه من لا راديو لو سكان 3 دي. عندنا اجهزه وعندنا دي لوجيسيال سبيسيفيك اللي يخليونا نديروا الدراسه تاعنا ونخيروا موضع الزرعه وحتى موضع السن المستقبلي قبل ما نديروا اي شيء. قبل حتى ما نبداو العمليه يكون الموضع تاع الزرعه خيرناه، ويكون الموضع تاع السن يعني كيفاش راح يكون بلاصي، ويقدر حتى المريض يشوف الموضع تاع السن تاعو قبل ما نبداو العمليه. هذا الشيء ولا يسهل لنا بزاف ويقلل من لي سويت اوبيراتوار كما قلت له، ويقلل من الاعراض الجانبيه. انه العمليه صارت ما بقاتش مؤلمه كما بكري، ما بقاتش تشد بزاف وقت كما بكري، لدرجه انه ولينا ربما باش نعوضوا طقم. نعطيك يعني الحاله اللي تشد اكثر وقت يعني باش نعوضوا طقم كامل نقدروا نديروها في نصف ساعه. نقدروا نحطوا حتى الست زرعات او حتى ال8 زرعات فيما لا يتجاوز ساعه على الاكثر يعني. هذه باش نعوضوا بينما انه كاين نعوضوا زرعه واحده احيانا ساسفي 5 مينوت. بمعنى الان اصبح سريع وفعال. اكيد. علاش نطرقوا برك لهذا لو بوين؟ علاش قلت لك كاين استخدام كبير حالا في التكنولوجيا في زراعه الاسنان. كاينه اون نوفيل تكنيك اللي هي لا بوز دامبلون سو غيد ولا لا بوز دامبلون غيدي، اللي نديروا فيها ان غيد شيروجيكال نمبريميو افيك اون امبريمونت 3 دي اللي تكون هي ثاني متصله بجهاز الراديو. هذاك لو غيد نو بيرمي يسمح لنا باش نحطوا لي زامبلون في لومبلاسمون ولا في لونغولاسيون تاعو اكزاكت بدون حتى ما نفتح اللثه يعني. نفتح اللثه بس في مكان اللي نحطوا فيه الزراعه. طيب بالنسبه للاعراض الجانبيه حتى نكملوا الاجابه يعني على كل. اكيد. بالنسبه للاعراض الجانبيه هو بما ان راح نحطوا زرعه يعني راح نعوضوا سن اما مفقود او سن اللي ما نقدروش نعدلوه يعني. لا ما نقدروش نعتمدوا عليه ولا ما نقدروش نصوفيوه يعني. داكور. يعني جيماجين انه هذا الانسان ما يكونش يعني ما دارش اكستراكسيون قبل، ما يكونش ما دارش خلع سن قبل. يعني بما انه دار خلع سن يعني سي لي سويت اوبيراتوار تاع اون اكستراكسيون، سي هذوك الاضرار الجانبيه ولا التبعات يعني تاع خلع السن، ناكد لكم انه تبعات تاع زراعه الاسنان ربما نفسها او اقل. يعني اذا جربت التبعات تاع خلع سن تبعات زرع سن لانه اصلا كاين دوكا اون تكنيك كي سابيل لاكستراكسيون امبلانتاسيون ايميديات او زرع السن مباشره بعد يعني نديروا الزرعه في مكان السن المخلوع مباشره بعد الخلع. اكيد. يعني واش راح تحس انت في النهايه كانك خلعت سن وما حطيت حتى شيء في مكان. دير رومبلاسون سهله تخرج جوار دخل جوار. فوالا وتربح يعني دوز انترفونسيون اون سول. تري بيان. طيب لما نتحدثوا دكتور عن تفريقات الاسنان نشوفوا باللي بزاف من الناس يكونوا اسنانهم يعني مستفين مرطبين، لكن فجاه يكون هناك تفرقه ما بين الاسنان تاعهم. وشنو هو السبب هذا؟ اول شيء لازم نعرفوا باللي الاسنان في فمنا كل سن عنده وظيفه، وكل سن عنده اون شارج ولا عنده طاقه معينه لازم يتحملها اللي ما يقدرش يتحمل اكثر منها. واذا تحمل اكثر من هذيك الطاقه راح يصراو فيه تغيرات. يقدر السن ينكسر، يقدر السن يتحرك من مكانه، يقدر السن يخرج من مكانه كما يقدر يدخل داخل العظم. السبب الرئيسي تاع حدوث الفراغات بين الاسنان حدوث الفراغات بصفه مفاجئه كما قلت لي. اسمع نحكيو على دي باسيون اللي ما عندهمش الفراغات من قبل. حدوث الفراغات بصفه مفاجئه يصرى جينيرالمون كي نحيو اون دون، كي تنقص عندنا سنه. اول شيء كي تنقص عندنا سنه هذا يعني انه راح تكون بلوس دو شارج على الاسنان اللي بقاو، وهذا الشيء هو اللي يخليهم يتحركوا من مكانهم ويخلي الفراغات تظهر عندنا. كما كاين ان بروبليم دو بارافونكسيون او العادات السيئه.
كاين اللي باغ اكزومبل اللي يعضد فارتيه، كاين اللي باغ اكزومبل اللي يبقى يوتيليزي ان كوردون زعما لونطون، ولا هذيك لا فورس اكزيرسي لا مال فورس اكزيرسي على لي دون هي اللي تخليهم طيب يديروا دكتور، فقط على ذكر يعني تفرقة الأسنان، يقول لك بزاف، ما بيش اسكو هي معلومة صحيحة أو لا، فاليوم أنا حابين تجاوبني عليها. إنه يقول لك باش تنظف أسنانك مليح تنظفوا بالخيط، لأنه الفرشاة ماهيش حتلحق إلى أماكن. اكيد هل هذا اكيد الشيء صحيح يعني؟ اكيد صحيح. وما يصراش هناك تفرقة ما بين أسنان ما تستعمل هذا الشيء؟ شوفي، اول حاجه التفرقه بين الاسنان تصرى جينيرالمون عند لي باسيون اللي يستعملوا لو كوردون. لو كوردون هو اللي فيه هذا البروبليم، سواء يدير مشاكل اللثه، لانه نبقاو نجرحوا اللثه اشاك فوا كي نستعملوه. يدير ثاني مشاكل مع لي زونسيان اوبتوراسيون، لي زونسيان سوان اللي درناهم في بعض الاحيان بلو كوردون تقدر تكسر ان انسيان كومبوزيت ولا اون اوبتوراسيون اللي اندارت. دونك فو ميو يوتيليزي لو فيل. علاش الخيط احسن من الكوردون؟ لانه الخيط يقدر يوصل للاماكن اللي ما كان حتى الجوفون يقدر يوصل لها، بغض النظر عن لا بروس ا دون سي تو افي نورمال كو ما تلحقش اونتر لي دون. دونك فو ميو يوتيليزي لو فيل دونتير بور نيتواي اونتر لي دون. وعلاش؟ لانه لو فيل دونتير يلحق كما قلت لك الاماكن اللي ما تلحق لهاش لا بروس ا دون، يقدر يدخل حتى تحت اللثه. فو جوست سافوار ليتيليزي بلا ميثود صحيحه. بزاف يستعملوا لو فيل دونت، بون كاين مالوغوزمون بليزيور باسيون ما يستعملوهش، وهذا اللي يسبب شغل دي كاري اونتر لي دون، دي كاري اناكسيسيبل اللي من داك لو باسيون ما يلاحظهاش. فهم با يجيك يقول لك دكتور عندي اون دون جديده بيضاء ماهيش مسوسه ولكن راهي توجعني بزاف. تشوفها انتاكت، كي تشوفها في كلينيكمون تبان لك ما فيها حتى شيء، لكن في لا راديو مالوغوزمون تلقى فيها اون غروس كاري، لانه لي كاري انتر دونتير ليفوليسيون تاعهم بطيئه شويه، ما يحسش بها الباسيون رابيدمون، وماهيش فيزوال الي ما نقدروش نشوفوها بالعين المجرده. نعاودوا نرجعوا للاستعمال تاع لو فيل دونتير. قلت لك بزاف دي باسيون يستعملوه في هذا لو موفمون، شغل يدخلوه بلا فورس. بهذه التقنيه غلطه. لو فيل دونتير فو لو غليسي، كي ندخلوه اونتر لي دون فو لو غليسي هكذا فاي فيان، ندخلوه كونتر لا دون هذيا، نعاودوا نحبطوه وندخلوه كونتر لا دون الاخرى. لكن لازم نعرفوا نوع الخيط يمكن دكتور. الخيط بون هي كاين اللي يشوفوا يشدوا برك خيط ما على بالهمش اللي يجي. اكيد. شوفي هو كاين خيط يعني مخصص يتباع في الصيدليات. هذا الخيط لافونتاج تاعو انه يكون مغطى بماده، لهذيك الماده مليحه للاسنان، ماده الفليور. جينيرالمون كامل خيط الاسنان يكون فيه هذه الماده، ماده الفليور اللي تكون في معجون الاسنان يديروها في هذا الخيط اللي تخلي هذيك الماده توصل للفراغات اللي ربما ما يقدرش معجون الاسنان العادي يوصل ليها. تخلي هذيك الماده توصل للفراغات اللي بين الاسنان، وتعاون في بعض الحالات على تصليح التسوسات السطحيه، يعني مش كي تكون محفوره، كي اون فوا لا دون تحفرت لازمها ان سوان عند لو دونتيست. في بعض الاحيان تكون اون ديمينيراليزاسيون او اهتراء صغير للطبقه السطحيه تاع السن، هذيك الماده تقدر تعاونها انها تبرى بلا ما نروحوا له. طيب بما انه تحدثنا على التفرقه بين الاسنان الفرقه هذيك اللي تكون يعني يزيد بها الانسان، كاين اللي تلقى عنده فرق بين الزوج سنات هذو تاع الوسط ولا تاع الفوق ولا تاع التحت. الفرقه هذه ربما هي اللي تخلي الانسان يلجا الى تقويم الاسنان ولا تعديل الاسنان بما يسمى لوضياف. يعني انك تحط هذاك السلك. فما مدى نجاعه هذه التقنيه؟ اول شيء كما قلت لي بالنسبه للفراغات كاين عده انواع. كاين كما قلت لي دي باسيون بالنسبه للفراغات ولا حتى للاعوجاج؟ اكيد نبداو بالفراغات ونروحوا للاعوجاج. اول شيء لازم نعرفوا الفراغات اللي تكون بين الاسنان دو نيسونس، يعني اللي يزيد بها الانسان عفوا، هي ناتجه عن اون ديزارموني او عدم توازن بين حجم الاسنان وحجم الفك. في بعض الاحيان يكون الفك يعني مساحه الفك واسعه والاسنان حجمها صغير، وهذا ما ينتج عن فراغات كثيره بين الاسنان. كي تكون الفراغات، لازم نحكيو برك على امتي ديتاي، كي تكون الفراغات بين الاسنان اللبنيه ما لازمش نتقلقوا، هذا اون بو دير سي ان افونتاج، هذه حاجه مليحه بالنسبه للطفل، لانه خروج الاسنان الدائمه راح يكون سهل كي يكون عنده ان اسباس بين لي دون دو لي. باغ كونطخ كي تكون فراغات كبيره بين الاسنان الدائمه، هذا الشيء لازم له تدخل سواء بتقويم الاسنان او بتقنيات اخرى. مدى نجاعه تقويم الاسنان في هذه الحاله، نحكيو على حاله الفراغات. تبقى يعني الحل لغلق هذه الفراغات احسن حل، يعني ولا لا سوليسيون لا موين انفازيف، ولا احسن حل اللي ما نقيسوش فيه سيستيماتيكمون الاسنان هو لوضياف. نديروا لاباغاي اللي يغلق لنا ليسباس اونتر لي دون ويعاودوا لي دون يولوا مغلوقين افيك اون كونتونسيون اللي يبقى بها لو باسيون
لمده معينه، مده زمنيه، وفي بعض الاحيان يلبسها افي فوالا بور غاردي لي اسباس فيرمي. وكاين حل اخر نتطرقوا ليه مع الحلول التجميليه اللي نقدروا نبروبوزيوها للو باسيون. برك على هذا لو ديتاي، في بعض الاحيان تكون الاسنان صغيره لدرجه انه حتى كي نغلقوها بلاباري ما راحش تعطينا لو ريزولتا اللي رانا حابينه. يعني المشكل في السن في حد ذاته مش في الفراغ. طيب في هذه الحاله واش نقدروا نديروا في هذه الحاله؟ شوفي كي يكون لو ديامتر ولا الحجم تاع الاسنان مليح طبيعي، يعني كل سن يكون في لي بروبورسيون تاعو ناتوريل ولا يكون على الاقل قريب ليها، في هذه الحاله نغلقوا الفراغات ونخليو الاسنان بلا ما نلمسوها بلا ما نديروا حتى حاجه. لكن كاين حالات وين الاسنان تكون بزاف صغيره على الحجم تاعها العادي بالنسبه للفك تاع المريض ولا بالنسبه للي تخي دو فيزاج تاعو ولا بالنسبه للوجه تاعو، تلاحظ انه الاسنان بزاف صغيره. في هذه الحاله كاين حلول اللي تخلينا ما نلجؤوش اصلا لتقويم الاسنان اذا كانت الاسنان في يعني مصفوفه بيناتها فراغات لكن مصفوفه ما تكونش معوجه ولا ما تكونش موفيز بوزيسيون. في هذه الحاله نديروا سواء تلبيسات او التغليف بقشور خزفيه او تغليف بالكومبوزيت. في هذه الحاله كما نقولوا فو ريسبكتي لو غراديون ثيرابوتيك، كاين سلم تدرجي للعلاجات. نبداو بالحاجه اللي ما نلمسوش فيها الاسنان بزاف ونروحوا على حسب الحاله وعلى حسب يعني كاين حلول ما نقول لهم ما يخموش. نعم كاين الحلول اكيد. نعم. ديما كاين الحلول. في اسمح لي بك على هذا الديتاي. في هذه الحاله جينيرالمون كيكونوا لي فيد اونتر لي دون كاين زوج حلول نبروبوزيهم بزاف. كاين لي سكون ابل لي فاسيت اون كومبوزيت ولا لي فاسيت اون سيراميك. الفرق بين لي دو، انا باغ اكزومبل جو سوي باسيوني بلي فاسيت اون كومبوزيت، ça fait partie de ma pratique quotidienne, genre je les pratique presque tous les jours. لي فاسيت اون كومبوزيت هي عباره عن تغليفات اللي يديرها طبيب الاسنان سور فوتاي في لا ميم سيونس، يغلف حتى نقدروا نروحوا. انا كاين حالات اللي رحت حتى 10 اسنان في سيونس واحده في مده زمنيه تتقدر ب3 ساعات حتى ل4 ساعات، اللي تسمح لنا باش خاصه يعني اون دي بروميير انديكاسيون هي وجود فراغات بين الاسنان مع حجم صغير للاسنان، يعني اللي حتى بالتقويم ما نلحقوش الريزولتا اللي رانا حابين به. كيما كاين لي فاسيت اون سيراميك اللي الفرق بينهم وبين لي فاسيت اون كومبوزيت، سي لي فاسيت اون كومبوزيت يديرهم لو ميدسان وحده، بارفوا نديرهم افيك اون اسيستونس ديجيتال. كاين دي لوجيسيال اللي نخدموا بهم اكيد باش نديروا لا كونسيبسيون تاع لو فيتور سورير، اللي نمشيو نخلوا الباسيون يشوف النتيجه قبل ما نبداو. داكور. وفي لي فاسيت اون سيراميك نجوزو بالمخبر اللي جيسبر كون فالي ديتايي تو سويت. طيب دكتور، فقط لضيق الوقت مع الاسف الشديد كنت حابه نزيد نسقسيك بزاف اسئله، لكن هذه الاسئله راني حابه الان نمدلك بعض العادات يمكن اللي يقوم بها الناس لكن ما يعرفوش الصح منها، يعني الصح من خلالها راني حابه اليوم تجاوبنا على كل هذه الاسئله. طيب كاين بزاف اللي يقول لك انه كثره السكريات هي السبب الرئيسي والاساسي لسوس الاسنان، حسب رايك هل هذا الشيء صحيح؟ الوغ حاجه اللي لازم نعرفوها انه السكر ماهوش هو العامل المؤثر بطريقه مباشره على تسوس الاسنان، يعني هو لازم نعرفوا انه تسوس الاسنان يصرى بسبب البكتيريا، والبكتيريا كاي كائن حي تتغذى اساسيا على السكريات. نعم. ويعني تسرب مواد حمضيه اللي هي تسبب تاكل الاسنان وحدوث التسوسات. لكن اي ماده اللي يقدر يكونسوميها الانسان تقدر تكون متسببه في التسوس. علاش السكر يعني هو كعامل اساسي او هو اللي يعني يشكل اكثر خطوره؟ لانه لازم نعرفوا بلي البكتيريا تتغذى بصفه اساسيه على الكربوهيدرات، والسكر عباره عن كربوهيدرات. صح. يعني لا ديغراداسيون تاع لو سكر راح تعطينا الكربوهيدرات اللي هي الغذاء الاساسي للبكتيريا بطريقه سريعه، بخلاف يعني ماده اخرى كما باغ اكزومبل لو كان نحكيو على نشويات ولا بقوليات ولا حاجه اللي هي ثاني تحتوي على السكر. صح. لكن البكتيريا راح تقضي مده معينه باش تحصل على هذاك السكر اللي تقدر تضر به الاسنان، خلافا على السكر البسيط يعني اللي لو دوماج يكون ايميديا. نعم. طيب دكتور، بالنسبه بما اننا في شهر رمضان المبارك فكثير من الناس يشربوا لاتاي ويقول لك انه لاتاي يصفر الاسنان، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ هكا باش يحبسوه يكملوا. شوف، هو اي ماده ملونه سواء طبيعيه او اصطناعيه يقدر يكون عليها ان فعل على لون الاسنان. ونقدر نقول لك باغمي لي زاجون اللي يلونوا بزاف الاسنان لو تي. وي مالوغوزمون كاين ناس يحبوا بزاف لاتاي جيماجين في رمضان ولا اوتر،
مي لاتاي عنده بزاف تاثير على الاسنان فيو لا فاسيليتي دانفيلتراسيون تاعو في لي دون، يعني لا كونسيستونس تاعو ليكيد تسمح له انه يسانفيلتر في لي دون بطريقه سهله ويعطينا اون كولور جون. مي هeureusement il y a une solution pour ça. faut juste le patient كي يشرب لاتاي ici il l'accompagne مع الماء، ما يشربوش وحده. أيوة. كي تشرب بور ديلوي هذيك لا كونسونطراسيون تاع لو تي باش لا كولوراسيون ما تكونش قويه بزاف، لازم كي يشرب لاتاي تاعو يسي ياخذو مع الماء ويسي يشربوا في مده زمنيه قصيره، يعني فو با تبقى ليله كومبلي وتتشرب في لاتاي، تشربوا مده بور سو فير بليزير. فوالا شربوا يعني مركز شربوا مده 10 دقائق، ربع ساعه، نصف ساعه ماكسيموم، وتشرب معاه الماء. وابخي فو سو بروسي لي دون، برك لازم نخليو مجال بين ما نشربوا لو تي ولا اي بواسون ميزا بار الماء، لازم نخليو توجور اون ديوري هكذا قصيره باش نغسلوا سنينا. هذه الحاجه اللي ربما ما يعرفوهاش بزاف ناس. ما لازمش كونت ان برون ان اليمون اسيد سورتو سوا غازوز ولا مشروب حمضي ولا كيما لاتاي، باسكو ميم هو اللي ترو اسيد، ما لازمش نغسلوا اسناننا ايميدياتمون، لازم نستناو وقت معين من 20 حتى ل 30 دقيقه ما نغسلوش اسناننا. كي تجوز هذيك 30 دقيقه نغسلوا. علاش؟ لانه كي تكون لاسيديتي تاع الفم عاليه لو بروساج يقدر يضرنا اكثر ما يقدر ينفعنا. دونك علاش نستناو هذيك ال 20 حتى ل 30 دقيقه؟ لا ساليف تاعنا واللعاب تاع الانسان عنده ان رول تري امبورطون اللي يسميوه ليفي طامبون او لو بوفوار طامبون. هذا لو بوفوار طامبون يخلي اللعاب يعدل من الحموضه تاع الفم. كي تولي الحموضه تاع الفم، هذا الشيء يستغرق 20 حتى 30 دقيقه، تولي الحموضه تاع الفم نوتر او مقاربه للحموضه المعتدله يعني تاع الماء، ثم يقدر لو باسيون يبروسي بلا ما يريسكي انه الاسنان تاعو تتاكل. والله معلومه جديده انا ما كنتش على بالي بها هذه تاع نغسلوا مور ما نشربوا الغازوز ولا اي فوالا فو توجور اسباسي مشروب ولا اي مشروب فيه بزاف اكله يعني اللي تكون اسيد يعني بعدها بنصف ساعه باش نغسلوا الاسنان، وهي كذلك معلومه جديده بالنسبه لي. فشكرا كثير فوزي. والله كنت حابه نزيد نسقسيه لكن مع الاسف الشديد والله انا نقدر نزيد نكمل معاه لساعات من الكلام، وخاصه يعني كلامه جميل جدا يوصل المعلومه بطريقه سهله جدا. شكرا. وهذا دليل على انك دكتور ناجح. شكرا لك جزيل الشكر دكتور فوزي. فقط في الاخير كلمه اخيره يمكن توجهها اول شيء نشكركم مره اخرى على الدعوه. سا مافي فريمون بليزير، فرحتني بزاف بوغ ان بروميير باساج. ما كنتش نستنى انه تكون مليحه هكا. الحمد لله. حاب نبروفيتي باش نسلم على كل اخص بالاخص على كل مي باسيون، نقدم لهم تحيه. نحب نلقي التحيه على الوالده الكريمه، نحييها بزاف. فوزافوار باللي ما شفتش الوالده ملي بدا رمضان، جيسبر نشوفها بيانتو ان شاء الله يا رب. ان بتي ديتاي ثاني، تحياتي لكامل طاقم العياده اللي نعمل فيها. فو بريسيزي سا، انا نعمل في عياده دونتيا دونتال كلينيك. وجو بريسيز ثاني بارابور اوز اورير دو ترافاي بور فينير. احنا في رمضان العياده راهي مفتوحه في كامل ايام الاسبوع، في الفتره الصباحيه من 9 صباحا الى 3:30، وحتى بعد الفطور. يعني بالنسبه لي باسيون اللي يخافوا على صيامهم ايتو، رانا فاتحين من 8:30 حتى 1:30 ان شاء الله. نعم، شكرا لك دكتور، وصحه فطورك. يعيشك، صحه فطورك. نقول لك صحه فطورك. وكذلك